يا صباح الخير، صباح يوم جديد. والنهارده هنعمل مع بعض كده فلوج. الفلوج دوت يا جماعه من اول ايامي في الدايت، او مش الدايت، هو الحياه الصحيه اكتر يعني. انا كنت حابه ان انا اشارك معاكم اليوم، لاني عايزه افتكر معاكم اليوم هيبقى عامل ازاي بعدين، بعد مثلا 10 و15 و30 يوم مثلا. اول حاجه بقى انا كنت بستخدم وما زلت استخدم الكيتو كوفي. الكيتو كوفي المشروب اللي شفته في اول الفيديو دوت، هو ده بعمله كده الصبح عادي جدا. باخده كده بعدين ببدأ ان انا اكل بعدها بنص ساعة. حضرت الاكل بتاعي بطيخ وخيار وسندوتشين كده جبنة، يعتبروا رغيف يعني، علشان برضو اكون شبعانة ما احسش ان انا ممكن اجوع. بعدين نزلت بقى من البيت، رحت مشوار اللي عندي، كان عندي مشوار مهم جدا البنك. رحت بقى في الطريق وكله كان تمام الحمد لله، وبس الحمد لله وصلت. حتى انت تلاحظوا ان انا غيرت نص اللبس بتاعي بسبب ان انا لقيت الجيبه مقطوعه، فطلعت غيرتها بسرعه ونزلت تاني جري علشان الحق ان انا اروح المكان اللي انا عايزه اروحه. وطبعا اليوم الحمد لله كان لطيف وحلو ماشي عادي. ورحت فعلا البنك بعد ما روحت والحمد لله يعني وصلت له وخلصت على طول. وحاولت انا اصور لكم كده ان هو بعد ما طلعت من البنك ان انا تمام خلاص، وهبدا ان انا اركب واروح. طبعا اليوم كان بالنسبه لي في تحدي شويه، لانه اول يوم امشي على نظام صحي بعد فتره طويله جدا. فحاولت ان انا اكل، يعني عملت الاكله حتى ما اكلتش الرغيف كله، اكلت حوالي 3/4 الرغيف بس من سندوتشات، علشان اللي هو سندوتشين أنا كنت عاملاهم، كلت ربع واحد والتاني كلته كله. اوكي، وبس علشان اعرف ان انا هكون عندي طاقه ان ارجع البيت وكده. بصراحه رجعت اخدت سناك كده بسيطه وبس كده يا حلوين، وبدات ان انا اخد المشروب بتاعي اللي انا بحبه، اللي هو يعني النعناع السخن. وبعدين عملت قهوه، وطبعا القهوه دي لازم اقعد بقى مخمخ كده واكتب ميزانيه اللي انا همشي عليها طول الشهر. وهبدا ان انا يعني هظبط ميزانيتي ازاي. وحاولت بقى احط كده قدامي الاجندات عشان افتح كده مخي واعرف ازاي هتصرف وازاي هعمل بقيه الشهر بتاعي. واكتب كمان مهام اليوم، لان دوت اكتر حاجه بحس بيها بالانجاز. والنهارده تقريبا هيضيع ومش هعرف اذاكر، فهنبتدي بقى من بكره ان شاء الله المذاكره. ورب يكون الفلوج عجبكم واشوفكم على خير. ميرسي جدا لكل تعليقاتكم. باي.